بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب وبه الأنفاس تطيب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت. دائما مع شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد صابق. الآن إن شاء الله الرحمن الرحيم نشرح جزئية الوضوء بإذن الله. عندنا الوضوء معروف من أنه طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. وشنو بغات تقول هذه؟ بأن الوضوء معروف عليه بأنه واحد الطهارة، شي حاجة كننظفوا بها اليدين والوجه، اليدين والراس والرجلين. تمام؟ طهارة مائية كنظفوهم يعني بالماء. عندنا فيه مباحث. أولها دليل مشروعيته. ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاث: الكتاب الكريم يعني القرآن الكريم، السنة، والإجماع. الدليل الأول اللي هو الكتاب الكريم، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تمام؟ يعني هذه الآية صريحة واضحة. الله سبحانه وتعالى كيخبر المؤمنين إلى قاموا للصلاة أنهم يغسلوا وجوههم ويديهم إلى المرفق ويمسحوا الرؤوس ديالهم ورجليهم يغسلوهم إلى الكعبين. الدليل الثاني هو السنة. السنة يعني أي حاجة جاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب وسلموا، قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كي خبرنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تقبلش الصلاة حتى شي واحد إلا كان أحدث. قلنا الحدث كاين الحدث الصغير والحدث الكبير. شنو يعني؟ الإنسان يعني إما مشى للمرحاض يعني خرجت شي حاجة من السبيلين يعني من القبول أو من الدبر ومشى للمرحاض، أو لا الحدث الأكبر اللي هو يا إما حيض أو لا نفاس أو لا جماع. وضحت؟ يعني الإنسان ما يقدرش يقوم للصلاة إلا إلى توضأ. الدليل الثالث قلنا الثالث اللي هو الإجماع. انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة. يعني إجماع المسلمين يعني عقدوا يعني اتفقوا على المشروعية ديال الوضوء لأنه بان وثبت على الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان كيتوضا، وانه علم الناس والصحابه اللي تبعوا مراه الاسلام بانهم كانوا يتوضاوا. الى يومنا هذا باقي يعني مثبته بانه الوضوء مشروع باجماع المسلمين. فضل الوضوء ورد في فضل الوضوء احاديث كثيره. احنا غادي نكتفيو بالاشاره الى بعضها باذن الله حسب اللي مذكوره في الكتاب ديال فقه السنه. عن عبد الله الصنباجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان في مشيته
ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم. شنو اللي كنعرفوا اللي علمنا هذا الحديث؟ بان انسان ملي كيتوضا على حسب اللي قالنا الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، العبد ملي كيتوضا ملي كيمضمض يعني ملي كيغسل فمه كتخرج الخطايا من الفم ديالو. داكشي اللي غادي يولي يدفلو حاشاكم وغادي يتمضمض به يولي كله يخرج منه الخطايا، يغسل له الفم ديالو من الخطايا. فاذا استنثر خرجت الخطايا من الانف ديالو. فاذا غسل وجهه خرجت، الى غسل الانسان وجه ديالو كتخرج الخطايا من الوجه ديالو حتى تخرج من تحت الشفر ديال العين. داك القطرات ديال الماء ديال الوضوء اللي كيخرج يكونوا في الشفر ديال العين، هذوك القطرات كيخرجوا معهم الخطايا. الخطايا شنو هما الخطايا؟ الخطايا هي كل ما ارتكب عن عمد وقصد من المعاصي والذنوب. يعني الخطايا يعني اي حاجه الانسان دارها عارفه غلط ودارها وصطم عليها كيف تنقولوا، وراه ربي سبحانه وتعالى من الرحمه ديالو بان داك الوضوء كيغسلنا من هاد الخطايا حتى تخرج من تحت اشفار عينيه. فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه. كان الا معطيني ملي كيغسل يديه كتخرج الخطايا مع داك الماء كله اللي كيتسرسط من يديه حتى الضفار داك الماء اللي كيقطر من الضفار، فكيغسل الانسان من الذنوب ديالو. فاذا مسح براسه يعني ملي كيمسح الانسان الراس ديالو كتخرج الخطايا. وحتى ملي كيمسح الودنين ديالو كيغسل الودنين يمسح الودنين ديالو حتى داك الماء كلشي كيمسح وراه كيمسح الخطايا. غسل رجليه ملي كيغسل رجليه عاوتاني حتى هي الخطايا حتى تخرج من الضفار ديال الرجلين داك القطرات اللي كيبقاو يتكاثروا. سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم، سبحان الله الحليم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. يعني داك ملي كتمسح له داك الوضوء تمسح له كلشي الخطايا ديالو، كيتعد داك المشيه اللي هو راه غادي في الطريق دياله غادي باش يمشي للمسجد والصلاة ديالو نافلة زايدة، شي حاجة زايدة. سبحان الله العطاء ديال الله سبحانه وتعالى الكريم الودود المجيد سبحانه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله. سبحان الله. وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. شنو بغى يقصد هذا شنو كيقصد هذا الحديث نتاع الرسول عليه الصلاه والسلام؟ بان الانسان اللي كتكون فيه شي خصله زوينه صالحه، يعني خصله كنستعملوا هذا المصطلح حتى حنا في الدارجه ديالنا المغربيه، الخصله يعني شي طبع يكون فيه شي طبع شي صفه شي تصرف كيديروا زوين، فهذاك الخصله الزوينه اللي كتكون فيه كتصلح له الاعمال ديالو كلها. سبحان الله العظيم. يصلح الله بها عمله كله، يعني ديك الخصله كتغطي له ديك الحاجه المزيانه اللي كيديرها، كتغطي له على كلشي داك الشيء القبيح اللي هو راه غادي فيه. سبحان الله العظيم. وطهور الرجل يعني الطهور ديال الرجل يعني الوضوء ديال الانسان. الرجل ملي كنسمعوا في يعني كتكون في الشريعه اما في القران الكريم او لا في السنه في الاحاديث ملي كيتذكر بهذا الشكل الرجل، يعني راه كيقصد بها اي واحد مسلم، يعني رجل وامراه. هنايا قلنا وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه، يعني وداك الوضوء ديال الانسان اللي كيتوضا باش يمشي يصلي باش يستحلل الصلاه كيكفر الله سبحانه وتعالى، يعني ربي سبحانه وتعالى كيحيد له به الذنوب، وتبقى الصلاه اللي غادي يديرها نافله، شي حاجه جزاء زايد. سبحان الله، سبحانك الله يا ربي يا كريم، سبحانك، لا حول ولا قوه الا بالله، الله الكريم الحليم العظيم سبحانه، لا حول ولا قوه الا به. فسبحان الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات.
هذه كلها من فضائل الوضوء. احنا في الفضل ديال الوضوء، هذه الاحاديث كلها مذكوره في الفضل ديال الوضوء. سبحان الله، هذه العباده العظيمه اللي رزقنا الله سبحانه وتعالى وانعم علينا بها سبحانه. يعني سبحان الله العظيم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كررها 3 مرات يعني للتأكيد والتوكيد. الرباط يعني المرابطة والجهاد في سبيل الله سبحانه. المرابطة والجهاد في سبيل الله، أي أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعادل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني راه ماشي شي حاجة سهلة، ما سهلاش أن الإنسان ينوض ثقيلة، كتجي ثقيلة على النفس، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني كتجي الوضوء، وأن الإنسان يواظب عليه في الأوقات دياله، وأن الإنسان يحافظ على أنه يكون دائما موضي، وأن الإنسان ينوض ويصابر ويكابر، وخا يكون البرد وخا يكون السخانة والماء إلا كانت السخانة ويكون الماء سخون. فالإنسان ثقيل عليه. اولا كان المشتا والماء كيكون بارد، ولا واخا تكون عندك الشوفاج غادي تشعلي الماء باش يسخن، على ما يهود تحلي السقايه، على ما يهود لك الماء السخون راه كيكون هود لك الماء بارد. فسبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني هاد ربي يجعلها انها تعادل يعني الجهاد. فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني الانسان هذاك هو الجهاد الاكبر، الجهاد الاكبر للانسان يواظب على العبادات، يواظب على الطهارة. سبحان الله العظيم. فنرجعوا الحديث ديالنا، قلنا بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كيخبرهم كيقولهم: مش بغيتوني نوريكم شي حاجة ونعلمكم شي حاجة اللي يمحي لكم بها الله سبحانه وتعالى الخطايا، داك الأعمال اللي المعاصي والذنوب ديالكم، ويرفع بها الدرجات، ويرفع لكم بها الدرجات عنده سبحانه وتعالى. فقالوا للصحابة: نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله، يعني بغينا نعرفه يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. شنو هي بغات تقول الإسباغ؟ إسباغ يعني إتمام الوضوء وتبليغه. أسبغ الوضوء يعني إتمامه وتبليغه الأعضاء، يعني نوصله الأعضاء كاملين ويكون الوضوء ديالي تام وكامل. تمام. إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره اللي قلنا يعني الإنسان واخا على شي حاجة اللي كيكرهها الإنسان، مثلا البرد، المشقة، الإنسان خاصو عادي يحيط الكبوط وعادي يتوضا وعادي يعني، أو سبحان الله العظيم، يعني مكاره الإنسان بحال الحوايج مشقة فيهم، مشقة بعض المرات، وكيكون الإنسان مشقة ليه أنه ينوض ويتوضا. ولكن ملي كيكون الإنسان معلق القلب ديالو بالله سبحانه وتعالى، ويكون على يقين بالوعد ديال الله سبحانه وتعالى، بالعكس كينوض الانسان يتوضا وهو ناشط، هو فرحان انه غادي يوقف واحد دقائق بين يدين الله سبحانه وتعالى ويناجي الله ويكون في صلة مع الله. وسبحان الله يعني الانسان الحبذا، انا كنعرف بعض الاخوات الله يكرمهم الله يجازيهم بالخير الله يزيدهم من الفضل ديالو، اللي هما دائما على وضوء، دائما على وضوء. كل ما كيتنقض الوضوء ديالها كترجع تعاود توضا، كل ما كيتنقض الوضوء ديالها ترجع تعاود يتوضا. فان الوضوء حتى هو راه عباده، وحتى هو راه عنده الاجر ديالو. الوضوء حتى هو راه عباده وعنده الاجر ديالو وعنده المنافع ديالو. سبحان الله العظيم. يعني اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات. فقلنا بأنه قال لهم بأنه إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني ذاك الإنسان اللي كيمشي بزاف للجامع والقلب ديالو معلق بالجامع، هذه الأكثرية للرجال، لأن المرأة أحسن لها الصلاة ديالها تكون في الدار ديالها، ولكن ماشي ممنوع عليها بأنها تمشي للمسجد، ولا غير تحترم القواعد الشرعية ديالها، أنها تمشي تكون محتجبة حجاب لا يشف ولا يلف، وما تكونش معطرة، ما تكونش الريحة ديالها يعني تفوت على الإنسان، النسمة ديالها تخليها من وراها، تكون محتشمة في المشية ديالها، تمشي تخرج في وقار وتدخل في وقار، ما تتناطحش مع الرجال في الدخله وفي الخرجه، يعني تمشي ولكن بالقواعد ديالها الشرعيه، ولا
ولا حرج في ذلك. يعني وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني الإنسان اللي راه صلى مثلا الظهر وقلبه معلق باقي رد باله مع الصلاة ديال العصر، باقي رد البال ديالو مع الصلاة ديال العصر، يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني الإنسان كمل الصلاة، واحد الصلاة وباقي بالو وباقي كيستنى الصلاة اللي غادي يجي من المور. فذلكم الرباط، يعني قلنا بأنه الرباط هو المرابطة والجهاد في سبيل الله، أي أن الإنسان يكون على مواظبة على الطهارة والعبادة، فهي تعادل الجهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والقبول، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والقبول لنا وللجميع. استغفرك اللهم واتوب اليك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أن قد رأينا إخواننا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصحبة ديال الصحابة ديالو، كانوا المقبرة على المقبرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام سلم على أهل المقبرة الناس: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني على الناس اللي راهم ميتين ومدفونين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، يعني كلنا غادي نلحقوا الإخوان ديالنا اللي سبقونا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وددت لو أن قد رأينا إخواننا، فيقول يعني كنت باغي لو كان أننا غادي نشوفوا الإخوان ديالنا، يعني ما غاديش نموتوا، نلحقوا الموتى ونبقاو حتى نشوفوا الإخوان ديالنا. فقالوا يعني الصحابة اللي معاه: أولسنا إخوانك يا رسول الله، يعني ماشي حنايا أخوتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. يعني قال لهم: أنتم راكم صحابي، راكم معايا، متصاحبين معايا. ليه شنو بغات تقول الصاحب؟ يعني الإنسان اللي راه هو معاك، راه هو معاك، ملازم معاك. وقال لهم: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني كيقصد الأجيال تاع المسلمين اللي غادي تجي من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد الصحابة. فهم الرسول عليه الصلاة والسلام كيحكي عليهم بأنهم إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام وإخوان ديال الصحابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زمرتهم. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ يعني كيسألوه، قالوا له: كيفاش غادي دير تعرف؟ احنا صحابك، احنا راك شفتنا وعرفنا، كي غادي دير تعرف هاد الناس اللي غادي يجيو من مورانا وغادي يكونوا مسلمين ويكونوا من الأمة ديالك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على الحبيب وسلم تسليما: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ يعني كيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: واش إلا شي واحد، شي راجل عنده الخيل، عنده يعني العواد غر محجله، يعني الغر المحجله، يعني ديك اللي كتكون فيها الطابع ابيض في الجبهه ديالها، وكيكون فيها داك القوائم ديالها، يعني رجليها ورجليها كتكون فيهم طبعه بيضاء، كتكون فيهم الطبعه بيضاء. الناس اللي كيكونوا في الباديه ولا الناس اللي كيكون عندهم حب ديال الخيول غادي يفهموني علاش كنهضر. يعني كاينين شي الخيول، كاين العواد اللي كتكون فيهم ديك الطبعه في الجبهه ديالهم طبعه بيضاء، والرجلين ديالهم كيكونوا فيهم واحد اللمعه طالعه هكذا، واحد الصبغه بيضاء، واخا كما هما يكون اللون ديالهم مثلا قهويين او لا كحلين او لا، كتكون فيهم ديك الطبعه بيضاء. فيعني قلنا بانه غر محجله، يعني الغر هي ديك البيض، ديك الطبعه اللي كتكون في الجبهه، والتحجيل يعني هو داك البياض اللي كيكون في الاقدام تاع الفرس. بين ظهري خيل، الى كانت في وسط هاد الخيل تكون في وسط واحد المجموعه ديال الخيل سود دهم بهم، يعني كحلين، يكون فيهم السواد. واش ما غاديش تعرف واش ما غاديش يعرف الخيل ديالو؟ هذوك الخيل ديالو فيهم طبعات، فيهم طبعه بيضاء في جبهتهم وفي رجليهم، ولكن الاخرين راه مكحل، فغادي يبانوا له، غادي يعرفهم.
سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا بلى، يعني قالوا له بصح غادي يعرف الخيل ديالو من وسط الخيول الاخرين. قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم، يعني كيقصد المؤمنين الأمة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام اللي غادي يجيو، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. يعني الناس الأمة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا على الحبيب وسلموا، غادي يجيو حتى هما غرا محجلين، يعني فيهم ديك اللمعة في الجبهة ديالهم من البياض، وفيهم ديك اللمعة في يديهم وفي رجليهم ديال أثر الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدمهم على الحوض، يعني على الحوض ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ربي، اللهم ارزقنا شربة من حوض حبيبك المصطفى لا نظمأ بعدها أبدا يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أتقدمهم عليه، يعني أفرطهم، يعني أتقدمهم عليه، يعني كي مقدمهم هو الأول فيهم على الحوض الرسول عليه الصلاة والسلام. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم، يعني كيدوروا تالفين بحال داك البعير الضال، بحال داك الجمل اللي كيكون تالف. فالرسول عليه الصلاة والسلام كيناديهم، كيلغى لهم ألا هلم، يعني اجيو لهنايا للحوض اللي عندنا. فيقال يعني يقولوا له يقال إنهم بدلوا بعدك، يعني كيقولوا له راهما بدلوا من بعدك، يعني ما تتبعوش الدين ديالك، ما تتبعوش السنة ديالك، وما تتبعوش اشنو اللي كنت الطريق اللي انت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمتها للمؤمنين. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، بعدهم بعيد عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا رب احشرنا في زمرة أمة محمد وتقبلنا واعف عنا واغفر لنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. هذا قلنا كلهم يعني أحاديث ذكرت في فضل الوضوء. نجيو دابا الفرائض الوضوء. فرائض الوضوء، قلنا للوضوء فرائض وأركان، للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته، يعني الوضوء عنده فرائض وأركان اللي باش يتحقق بها هذاك الوضوء. إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا، يعني إلى نقص شي فرض أو لا ركن من هذه الأركان ديال الوضوء فما يعتدش بهذاك الوضوء، هذاك الوضوء ما محسوبش في الشرع بأنه هو وضوء. الفرض الأول هو النية. الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة. الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الفرض الرابع مسح الرأس. الفرض الخامس الترتيب. عقلوا عليهم هذه فرائض الوضوء هي النية، غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، الترتيب، الفرض الخامس غسل الرجلين، مسح الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. تمام، نوضحوهم ونشرحوهم إن شاء الله الرحمن الرحيم كل فرض على حدة. الفرض الأول اللي قلنا اللي هو النية وحقيقتها. وشنو هي النية؟ الإرادة المتوجهة نحو الفعل، يعني ديك الرغبة اللي الإنسان باغي ينوض يدير ديك الحاجة، ينوض يدير شي حاجة، هذه هي النية. الرغبة في الإنسان باغي ينوض يتقدم يمشي يدير واحد الحاجة، هذه هي النية. ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى وامتثالا لحكمه، يعني باغي ينوض يدير هذيك الحاجة، باغي بها الرضا نتاع الله سبحانه وتعالى والامتثال للحكم ديالو، يعني يدير داك الشيء اللي قال له ربي سبحانه وتعالى ولا يطلبه من الله سبحانه وتعالى. وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيها. انتبهوا اخواتي، هذه مسألة يعني النية المحل ديالها في القلب، لا دخل للسان فيها، ماشي باللسان. لان كنشوفوا بزاف الاخوات
كتقول لك بسم الله نويت الوضوء، بسم الله نويت الصلاة، بسم الله نويت هذه، بسم الله نويت هذه. لا، النية محل ديالها القلب، ماشي نتلفظ بها بفمي، نويها في القلب ديالي. والتلفظ بها غير مشروع. دليل نتاع الفرضية ديالها، نتاع فرضيتها ديالها حديث عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحتها بالنية. الصحة ديال العمل هي من كتكون مع النية، والنية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان باغي يدير ديك الحاجة في سبيل الله، يعني باغي يديرها الله سبحانه وتعالى تعبدا وطاعة، يعني وامتثالا لحكمه. فالعمل بدونها لا يعتد بها شرعا، يعني الإنسان إذا دار ديك الحاجة ولكن ما كانتش عنده النية، بحال مثلا اللي نايض يصلي غير لحقاش راه فواحد الجماعه والناس كلهم غادي ينوضوا يصليو وحشم وناض حتى هو يصلي في وسطهم، وما غرضوش يصلي ديك الصلاه اللي باغي بها وجه الله سبحانه وتعالى وباغي بها الرضا نتاع الله سبحانه وتعالى، وانما غير زاد وتقدم ليها بحيث راه هو في وسط الجماعه، فما عندوش الاجر ديال ديك الصلاه، لانه ما صلاهاش بالنيه ديال التعبد، وانما صلاها غير حشمان وسط الناس، غير باش يعني يسلك نفسه في داك الموقف. وقس على ذلك الكثير من الاعمال، يعني الانسان اللي يديرها حاجه اللي يديرها مباهاه قدام الناس او لا يديرها ارضاء لواحد الشخص، يعني ما بقاتش هنا النيه لله سبحانه وتعالى، ما عندهاش الاجر ديالها وما عندهاش المشروعيه ديالها. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم، وصلنا للفرض الثاني اللي هو غسل الوجه مرة واحدة. قلنا الفرض هو غسل الوجه مرة واحدة. ركزوا مزيان حبيباتي في هذا الشرح وفي هذا الدرس، لأن باش ما نخلطوش ما بين الأمور. قلنا الفرض هو الغسل دياله مرة واحدة، وخوره حنا تنغسلوه 3 المرات. حنا غادي نشرحو إن شاء الله الرحمن الرحيم في سياق الكلام، ولكن الفرض اللي هو مفروض اللي ما يصح لكش الوضوء بلا به هو غسل الوجه مرة واحدة، أي إسالة الماء عليه، يعني نزلعوا الماء على الوجه ديالنا ونغسلوه نطرطشوا عليه الماء لأن معنى الغسل هو الإسالة، يعني أن الإنسان يزلع الماء على وجهه، هذا هو المعنى ديال الغسل. وحد الوجه، يعني الحدود ديال الوجه شنو هي؟ من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. شنو بغات تقول هذه؟ يعني الحد ديال الوجه شنو هو؟ يعني من أعلى تسطيح الجبهة، يعني في أعلى نقطة في الجبهة ديالنا، إلى أسفل اللحيين، إلى لتحت ديال اللازمة، ومن الشحمة ديال الأذن هذيك اللي كنعلقوا فيها الحلقة، من شحمات الأذن من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، يعني من الودن للودن، من هذيك فين كنعلقوا الحلقة من جهة لجهة. هذا هو الحد ديال الوجه فين اللي خصو يتغسل ويقيسه الماء، نكبوا عليه الماء ونغسلوه. الفرض الثالث غسل اليدين الى المرفقين. غسل اليدين الى المرفقين. شنو هو المرفق راه حنا تنقولوها حتى حنا بالدارجه كنقولوا المرفق، كاين بعض المناطق كيقولوا المرفق، كاين بعض المناطق كيقولوا المرفق. المرفق يعني كتسني يدك، وديك النقطه اللي هنايا اللي كتكون داك العظمه اللي هنايا متكيه لتحت ملي كنتنيو اليد ديالنا، فين كتستنى اليد ديالنا ديك العظمه، هذاك هو المرفق. انا غادي ننزل لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد الصوره اللي فيها شنو فين المرفق الكوع، اللي باش الانسان توضح الفكره اكثر عند الاخوات اللي ما يكونش عندهم الفكره بهذه الامور، كتختلط عليهم المصطلحات. يعني بعض المرات الانسان كيكون عارف الحاجه ولكن غير المصطلح كيدوخو. خير ان شاء الله. قلنا غسل اليدين الى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد. العضد هو هاد البلاصه اللي كتكون ما بين الكتف والثنيه ديال اليد، يعني هي الدراع اللي كنقولوا بالدارجه حنايا ديالنا المغربيه الدراع هو العضد، والساعد
يعني هو هاد المنطقة اللي كتكون من التحت ما بين المرفق والكوع، يعني في ديك القبضة ديال اليد واللي كتكون طالعة حتى المرفق، فهذه كتكون الساعد. الله المستعان. والساعد. ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك غسلها. يعني الغسل ديال اليدين حتى المرفق فهو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ثبت عليه عليه الصلاة والسلام بأنه دائما في الوضوء ديالو كان كيغسل اليدين إلى المرفقين. الفرض الرابع وهو مسح الرأس. والمسح معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح، فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا. شنو معنى هذه؟ أنه المسح يعني كيكون اللي يعني من تمسح الراس، تمسحي الشعر ديالك، الراس ديالك، يعني غادي تقيسيه بداك البلل، تقيسيه بداك الماء اللي كيكون في اليدين ديالك، وخاص اليدين ديالك يكونوا ملاصقين مع داك مع الراس ديالك كله اللي غادي تمسحيه. يعني الانسان الا وضع غير اليد ديالو او الاصبع ديالو على الراس هذا ما محسوبش مع المسح ديال الراس. مسح الراس خاصو يكون باليد كلها كامله، ومسح الراس كامل على الراس او غيره لا يسمى مسحا. ثم ان ظاهر قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يعني كيقتضي بانه الانسان يمسح الراس ديالو كله، ولا يعني المسح جميعي عندنا في المسح في ذلك طرق ثلاثة: مسح جميع الرأس، مسح العمامة وحدها، والمسح على الناصية والعمامة. شنو نجيب أنا؟ مسح جميع مسح الرسول عليه الصلاة والسلام مسح جميع رأسه. ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني مسح الرأس ديالو داهم ورجعهم، يعني دا مسح حتى اللور ورجع بدأ بالمقدمة ديال الرأس، من المقدمة ديال القصة، ومشى مسح حتى القفة ورجع تاني من القفة حتى القدام إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. عندنا الطريقة ديال مسحه على العمامة وحدها. ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. يعني الحديث الأول عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسح على العمامة ديالو، يعني ديك العمامة اللي كتحط على الراس، والخفين يعني هما كيتلبسوا في الرجل، فورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة ومسح على الخفين. وروي عن بلال بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام جوز لهم المسح على الخفين، يعني ديك بحال الصباط كيتلبس على الرجل ديال الجلد، والخمار يعني الخمار كيقصد به اي حاجه كتحط على الراس. وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامه لا طهره الله، يعني اللي ما رضاش بهذا الحكم ديال الرسول عليه الصلاه والسلام يعني لا طهره الله. وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم.
عندنا استغفرك اللهم واتوب اليك. الطريقة الثالثة هي مسحه على الناصية والعمامة. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، يعني مسح الناصية ديالو هي القصة ديالو، والعمامة اللي كتحط على الراس بحال الرزة كتحط على الراس، والخفين يعني داك اللي كيتلبسوا في الرجلين. رواه مسلم. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم. ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارجي عن محاذاة الرأس كالضفيرة. شنو بغات تقول هذه؟ حنايا فهذه المسح على العمامة وحدها أو لا المسح على الناصية والعمامة، الأمر فيه اختلاف لكونه كانت العمامة فيها مشقة، كاين مشقة في ذاك الوقت، كانت مشقة في أن الإنسان يكون يحيدها ويكون يردها، خصوصا في السفر، لأن العمامة كانت كتاخد وقت باش أنها كتلوى بواحد الطريقة وكتحط بواحد الطريقة، كتاخد وقت باش الإنسان يلويها على راسه وباش الإنسان يحيدها من على راسه. فهاد المسألة يعني اليوم ما كايناش الإنسان، هاد المسألة اليوم ما كايناش، فإنه يعني المسح على جميع الرأس في كل الحالات. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني هي راه كاينة جائزة أنه المسح على العمامة ولا المسح على العمامة، ولا كان مثلا خارج القصة منها تمسح حتى هي، ولكن يعني الأمر فيه شبهة، فيه اختلاف. ولأن كيف قلنا بأن العمامة ديال ذاك الوقت راه كانت شي حاجة ثقيلة باش الإنسان يحيدها وباش يردها. فاليوم يعني ما كانش الإنسان اليوم يكون داير شي شاشية ولا فوق الراس ديالو، ولا يعني سهل باش يزولها ويتوضا ويرجعها. اليوم الأمور يعني سهلة 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 سهلة، اللهم يسر. ولكن الإنسان يعني يعرف هذه المسائل من باب العلم بالشيء، لأن الدنيا هذه والظروف ما تقدرش تعرف شنو تجيب. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الفرض الخامس قلنا، الفرض الخامس هو غسل الرجلين مع الكعبين. الكعب هو المطلع ديال الرجل، يعني الدورة ديال الرجل فين كيطلع هذاك هو الكعب. وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر. يعني كان هما سبقوا الرسول عليه الصلاة والسلام في واحد السفر، وملي وصل عندهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقاهم فاتهم صلاة العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، يعني كيمسحوا رجليهم. فنادى بأعلى يتوضأوا ويمسحوا رجليهم، فنادى بأعلى صوته الرسول عليه الصلاة والسلام باش ينبههم: ويل للأعقاب من النار. العقب هو داك العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم، يعني داك العظمه اللي كتكون في الرجل من اللور، فهي هذيك هي اللي كنسميوه العقب للاعقاب. انا قلت غننزل لكم التصويره، واحد الصوره توضيحيه لهاد الاماكن باش الاخوات يكونوا ياخذوا فكره ويعرفوا كل حاجه بالضبط شنو هي. للاعقاب من النار مرتين او ثلاث، يعني كررها لهم 2 مرات ولا 3 للتوكيد. نسأل الله اللطف والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين، يعني الإنسان يغسل الرجلين ديالو، ديك الدورة ديالهم كاملة وديك العظم ديالهم كامل كل شيء تغسل.
في الوضوء. وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الفرض السادس اللي هو الترتيب لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في الآية اللي عاد قريتها لكم دابا فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين، وفريضة كل منهما الغسل بالرأس. يعني شنو هي؟ لأن الله سبحانه وتعالى في سياق الآية فصل الذكر ديال الرجلين على الذكر ديال اليدين اللي هما بزوج بيهم الفريضة ديالهم الغسل، يعني تغسلوا يتكب عليهم الماء، بالرأس الذي فريضته هو المسح. يعني رجال الرأس اللي هو الفريضة ديالو المسح مختلفة على اليدين وعلى الرجلين، وجا في وسط الكلام وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وعاد جات وأرجلكم اللي هي هذيك الواو ديال العطف كتعطف على فاغسلوا، يعني داخله وأرجلكم إلى الكعبين داخله فاغسلوا. هذه مسألة عندها علاقة باللغة العربية، هذه عندها يعني بالأحكام ديال اللغة العربية الفصحى. فإلا الانسان اللي ما يكونش يعرف الاحكام ديال اللغه العربيه، انا غادي نجي نقرا غادي نقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يعني مسحوا برؤوسكم وارجلكم، يعني ارجلكم مسحوهم. لا، هنا هاد الواو دي في اللغه العربيه في النحو داخله في النحو وفي الصرف ديال اللغه العربيه، وهاد الواو هنا وارجلكم كتعطف على فاغسلوا، يعني ارجلكم الى الكعبين، غسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ورجليكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، يعني رؤوسكم هي اللي مختصه بالمسح. نفسروا قلنا بالرأس الذي فريضة. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، يعني هاد الصيغه اللي جات بها الايه ما كانوش يستعملوها العرب في اللغه العربيه، ما كيستعملوهاش الا كانت شي فائده، لان الا ما كانتش منها فائده انني نفصل بيناتهم غادي نجيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين، عاد نذكر المسح اللي هو بوحده. وانما هنا لفائده اللي هي الترتيب، علاش الله سبحانه وتعالى فرق لي هذا الغسل ديال الوجوه اليدين على الغسل ديال الوجه الارجل جاب في وسطهم مسح الرؤوس على الترتيب، لان في الترتيب هي اللي يكون عندي نغسل وجهي الاول ويدي المرافق ونمسح راسي، عاد نمشي نرجع للرجلين نغسلهم. وضحت حبيباتي الفكره؟ لان كاين بزاف ديال الاخوات وبزاف ديال الناس كيوقع لهم التباس في هذه الايه، فهنايا فلنا شرحنا علاش تصاغت بهذه الصيغه، والرجلين راهم كيتغسلوا ماشي يتمسحوا. نعاودها، الرجلين كيتغسلوا ماشي يتمسحوا، يعني نكب عليهم ونصب عليهم الماء ونغسلهم. تمام حبيباتي؟ اللهم يسر، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا بأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب. والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به، يعني كيعلمهم قال لهم بداوا الوضوء باللي بدا به الله سبحانه وتعالى في الآية. تمام؟ ومضت السنة العملية على هذا الترتيب، يعني السنة العملية يعني اللي وضحها الله الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، واللي وراها وعمل بها ونقلوها لنا عليه، هي كانت بهذه الطريقة وبهذا الترتيب بين الأركان. فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا،
والوضوء عبادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع. يعني العبادة كتكون بالاتباع ديال السنة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام وديال كيفاش علمها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب وسلموا. خصوصا ما كان مضطردا منها. يعني مضطردا شنو بغات تقول؟ مضطرد هي ثابت دائم ومرتب ورتيب ورتيب، يعني كيتكرر الحاجه واللي دائما تكررت من عند الرسول عليه الصلاه والسلام على مدار الحياه ديالو وكانت دائمه وكانت ثابته بدون تغيير، فهي ما فيهاش نهائيا النقاش، هي هكذا كتكون. تمام حبيباتي، شفنا الفرائض ديال شرحنا شنو الوضوء، الدليل ديال المشروعيه ديالو والفرائض ديالو. في الصوتيه القادمه باذن الله نشرح سنن الوضوء. جزاكن الله خيرا حبيباتي، وبارك الله في لكن وفيكن. وكيف دائما كنذكركم وكنذكر نفسي حبيباتي، ما تخليوش العلم عندكم. زكاة العلم هو تعليمه، زكاة العلم وتعليمه. اي حاجه تعلمتها فخصني بالدور ديالي انايا نعلمها. فانشرنا العلم حبيباتي، وصحوا المفاهيم لكم ولأخواتكم المسلمات. لا تبخلنا بنشر العلم ولا بتعليمه حبيباتي، ففيه أجر كبير، والإنسان معرف باش يدخل الجنة. الحاجه تكون بسيطه، انت تجيك بسيطه وواضحه، ولكن بزاف ديال الاخوات اللي كتكون عندهم لبس فيها وما فاهمينهاش وما عارفينهاش، وانك ممكن تصلحي وتقومي تصرف وعباده عند الاخت ديالك المسلمه وتاخذي فيها أجر عظيم بإذن الله. جزاكم الله خيرا حبيباتي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إن كنت أصبت فمن الله وبتوفيقه، وإن كنت أخطأت فمن نفسي. أستغفرك اللهم وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.